السلام عليكم ورحمة الله. معكم مصطفى أمجد من شركة هاس العقارات التركية في العاصمة التركية أنقرة. اليوم العرض مالتنا مختلف جدا. اليوم اجينا لمدينة قونيا، منطقة كول، صايرة على أطراف أنقرة، يعني قريبة لأنقرة أكثر من ما هي قريبة لمركز قونيا. اجينا على حقل للعجول، حقل نموذجي متكامل يحوي على أكثر من قاعة، يحوي بيوت عدد 2، مخازن، آبار 2، هيكل البيت هذا اللي فوق، محولة كهربائية خاصة. هذه هي أول ما تدخل. هذا هو الحقل. طبعا المساحة مالته 31 دونم. الدونم بتركيا عبارة عن 1000 متر، يعني 31,000 متر. بسم الله ما شاء الله. أول ما ندخل على إيدنا اليسار بيوت 2 متكاملة مشطبة من الداخل كاملة. هسه جينا نصور واحدة من البيوت نفس التصميم، طبعا هن اثنيناتهن. هذه الصالة مطبخ أمريكي مسويه هم. هذه الصوبة فيها بالكون من هناك، تمام. هذا حمام. هذه غرفة النوم الأولى، وهذه غرفة النوم الثانية. صالحة للسكن. واحد منهم ساكن بهم الشخص اللي يشتغل، اللي مسؤول على الحقل، والثاني أصحاب الحقل يجون بيه بين فترة وفترة. أول ما ندخل منا على اليمين، هذه هنا مثل المخازن مخلين بيها دجاج هم هنا جوا، وفوق هيكل ممكن أيضا يتسوى بيت هذا، لكن هم مخلين بيه أدوات احتياطية لهم. هذه هنا طاحونة تشتغل على الكهرباء وتشتغل على التنكتر أيضا. تمام. شوفوا هذه البيوت، هذا البيت الأول وهذا البيت الثاني بصفهن آبار 2. إذا قدرنا نروح نوصل ليمهن إن شاء الله، لكن خلينا نبدأ بالمفيد وبالمهم. طبعا هذه الأرض إلى نهاية هاي الأشجار هي تابعة للحقل. نجي ندخل منها. بسم الله ما شاء الله. أصحابه طبعا مهتمين بأمور ثانية، فما يلحقون على إدارته، فقرروا يبيعوه. طبعا السعر مالته راح يكون شيء ممتاز بالأخير إن شاء الله. بس الفيديو راح أخلي لكم إياه. السعر كلش ممتاز، ممكن تشيكون المنطقة أرخص حقل بالمنطقة، إضافة إلى هو تقريبا من أفضل الحقول اللي موجودة. هذه هنا غرفة الحلب مثل ما تشوفون. هنا 8 بقرات ومنها 8 بقرات. هذه أبواب 2، منها يدخل البقر ويطلع من هذاك الباب. طبعا موقفيه هسه هم، لكن شغال وما بي أي مشكلة. تمام. خلينا نشوفكم هذه الغرفة منها تدخل. هذه غرفة الإدارة مالت الحليب. هنا يجي الحليب لهذا البراد، تمام، من خلال هذه البواري اللي موجودة، بواري ستيل طبعا كليتها. يدخل منها مباشرة ويتخزن بهذا البراد. براد على الكهرباء أيضا مثل ما تشوفون. هذه هنا هم مخلين دجاج وهذه التفاصيل، ماكو داعي. غرف 2 صغار موجودة هنا بالداخل. شوف هذا الماطورات موجودة. هذه غرفة حليب متكاملة، مكان قسم الحلب متكامل عندهم، كلش ممتاز. نجي نكمل لجوا. هذه بسم الله ما شاء الله. هنا المربط مالتهم يحوي تقريبا هذا المكان من 120 إلى 150 راس. شوفوا هذا النظام مالته، هذا نظام العلف مثل ما تشوفون. طبعا الجماعة هنا جايبين غنم مخلين، لأن قلت لكم يعني ما عندهم وقت لإدارة هذا المكان، فعلى مود هذا الشيء يعني يريدون يتركون يعني ينشغلون بأشغالهم الباقية. لكن هذا المكان إذا يجي شخص فعلا عارف بالشغلة
او إلى واهس بالشغله، يعني شغل الحلال بتركيا ما شاء الله خير من الله، خصوصا العجول. تسمين العجول بتركيا بعد افضل من الدولار. مو اكو ناس يقولون خلي فلوسنا بالدولار امن، لا، العجول طبعا اكيد يعني بمخاطره، هذا الشيء ما مجال، ماكو تجاره ما بيها مخاطره، لكن يعني فد شغله جدا ممتازه. اعرف هوايه ناس يعني يشتغلون بتسمين العجول ما شاء الله، يعني امورهم تمام. الشخص اللي يشتغل هنا بالمناسبه عنده خبره، عنده خبره بالعلاجات، عنده خبره بطريقه العلف، عنده خبره واسعه بهذا المجال مثل ما تشوفون. طبعا هذه عندهم هنا نظام السرعه، اشوفكم يعني من برا ان شاء الله. شوفون هذه اكو لي قدام حديده على طول هذا المكان يسحبون بها الفضلات. شوفوا بهذه الطريقه، من هنا ينسحب، هسه اشوفكم اياه. من هنا ومن هنا ينسحب، من يسحبوه هذا اللي ينسحب منه يتخزن جوا، واللي ينسحب منه يتخزن هنا جوا. عندهم هنا هذا الماطور يسحبه مباشرة من جوا، يذبه وين؟ يذبه على الأرض اللي جنبهم. طبعا سماد هذا يعتبر، عرفتوا شلون؟ واحد ممكن إذا يريد يطور شغله يقدر يخزنه ويبيعه، هذا الشيء يرجع له لأنه يعني سماد حيواني 100%. شوف هذا منا مكان التشميس مالتهن على اليمين، بيهن أبواب من القاعة، ومن هنا أيضا أشوفكم الجزء الثاني أو القسم الثاني. هذا أيضا مكان التشميس مالتهن الثاني، هذا مكانهم بالصيف. هاي الأبواب تنفتح، شوف هذا اللي طالعات لنا برا، هاي الأبواب تنفتح ويطلع عن هنا. نهاية الحقل من هذا الاتجاه لهنا لحد هنا، لحد هذا السياج. زين نشوفكم من هنا أيضا. شوفوا هذه المساحة كليتها مساحة فارغة. الفيديو راح يكون طويل لكن مو مشكلة، خليه يكون طويل بس يكون مليء بالمعلومات، وحاول المعلومات المطلوبة كليتها. وإذا صارت عندي معلومات ناقص بالفيديو ممكن تسألوني بوصف الفيديو، تتواصلون وياي على الواتساب مباشرة، نتواصل ويا صاحب الحقل واخذ لكم المعلومات اللي تريدوها. أنا بشكل عام خبرتي بهذا المجال ضعيفة مثل ما تعرفون، لكن أنا دا أشرح لكم الشغلات اللي شرح لي إياها صاحب الحقل. نجي هنا هسه، هذه القاعة الثانية، بسم الله ما شاء الله، قاعة كاملة. هذه قبل قال لي كانوا يربطون بيها، مسوين بيها مكان يربطون بيها المواليد الجديدة، لكن هم شايليها يستخدموها كمخزن. واحد ممكن يخلي جزء مخزن قال، والجزء الثاني للمواليد الجديدة، هذا الشيء يرجع له. مساحتها ممتازة مثل ما تشوفون. المساحات ان شاء الله راح اكتب لكم اياها بوصف الفيديو، المساحات الدقيقة ان شاء الله. هسه نكمل. طبعا هذه الارض كلها تابعة للحقل، اللي ورا هذه الارض كلها تابعة للحقل. هذه هنا هذا المكان هم شو مسوي مكان مال تلقيح، يدخلون الطليان هنا ويدخلوهن هنا، يحصروهن واحد واحد. تمام، تشوفون من هذا المكان يحصروهن ويلقحوهن يطلع من هنا قبل. ممكن شو تسوي؟ ممكن انت هذا ايضا تستخدمه مثل اللي جنبه، وتسوي مكان ربط، وتفتح باب من هنا وتسوي هذا المشمس مالتهم. عرفت شلون؟ يكون عندك مكان ثاني للربط. زين، هسه نكمل. هذا المكان الثالث. طبعا مثل ما قلنا بالاصل هو متأسس للعجول، لكن الجماعة مخلين بيه غنم هاي الفترة. مثل ما تشوفون، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله.
وصلنا لهنا. طبعا مثل ما قلنا هي مؤسسة على أساس للعجول أو للأبقار. هذا مكان مربط ممكن يكون، وهذا أيضا المنة والمنة. البنص أيضا ممكن يكون للعلف، وممكن أيضا يكون مربط. هذا الشيء يرجع للشخص والترتيب مالته حسب ما هو يريد. شوفوا حتى مكانات قفالة بيهن، مثل ما تشوفون. شوفوا حتى مكانات قفالة مجهزين هم. مثل ما تشوفون حقل متكامل ما شاء الله، ما بي اي نواقص او نواقص بسيطه ممكن تكون ناقصه. فقط شخص يديره اداره صحيحه، شخص يعرف يشتغل هذه الشغله. ممكن هو يجي يسكن هنا عنده بيوت اثنين، مي وكهرباء موجوده، وممكن لا يخلي شخص ويظل هو يروح ويجي عليه. المركز انقره الطريق تقريبا ساعه وربع الى مركز. احنا طلعنا من كشران ساعه وربع، فمن مركز انقره تقريبا ساعه الطريق يكون. زين، فهو اقرب الانقره من قونيا، لكن هو كبلديه تابع لبلديه قونيا. الرخص مالته كامله، ما بي اي نواقص. الشخص الغريب ممكن يشتري، ممكن يستثمر بيه، ممكن يشتغل بيه. ما اعرف، اكيد الشخص اللي لفت انتباهه هذا المكان هو عنده فكره او ماخذ فكره عن شغل الحلال او شغل العجول او شغل الحليب بتركيا بشكل عام، ويعرف انا شنو دا اقصد. هذا الشغل جدا ممتاز مربح ما شاء الله، لكن يراد له عنايه، يراد له شخص يعرف يشتغل او شخص إله واهس ممكن يتعلم الشغل. لانه مثل ما قلنا الشخص اللي موجود هنا يعني الشخص اللي مسؤول على هذا المكان واللي مهتم بالحيوانات ومهتم بالحقل عنده خبره ما شاء الله كبيره بهذا الموضوع. جديد هو جاي للحقل بالمناسبه، عنده هوايه افكار، هواي تفاصيل ممكن تنضاف. قال لي عليها، قال لي تحقق ارباح جدا ممتازه. يعني شغل الحلال بشكل عام حلو، لحم، حليب، العلف مالتك هنا موجود. صح انت لازم تجيب علف خارجي ايضا، لكن عندك هذه المساحه كلها زارعيها شعير هم. قال ممكن هذا بعد ما ينحصد ينزرع ذره. يعني هواي تفاصيل موجوده بالموضوع، لكن المهم واللي انا شايفه انه الحقل نموذجي متكامل. هاي طبعا شوفتكم اياها قبل شويه. زين، حقل نموذجي متكامل، كل الشغلات اللي واحد ممكن يحتاجها موجوده بيه. كهرباء ومي مثل ما قلنا موجوده. اكو هنا حقول ايضا قريبه عليه، هو الانسب بيناتهم. مع العلم هو اكثر نموذجيه من عندهن. سعره حلو ممتاز ما شاء الله. راح تلاقون السعر مالته بوصف الفيديو. مساومة بالسعر بسيطة، ما موجودة مساومة قوية، لأن هو أصلا السعر يعني جدا ممتاز. أكو مكان نسيناه طبعا، وهي غرفة البيطري. هسه أشوفكم إياها. طبعا هم أيضا يعني موقف فيها، لكن التصميم مالتها موجود، ممكن تتنظف تترتب. هذه هي غرفة البيطري. هنا تدخل الحيوانات اللي بيها مرض أو ما شابه، وهنا تصير غرفة البيطرة. هنا تتنظف ويكون مكتب. زين، وتدخل هنا الحيوانات المريضة او اللي بيها شيء، او ممكن واحد يستخدمه ك يربط بيه ايضا هنا. مثل ما تشوفون هذه المساحة كلها عندك بسم الله ما شاء الله، تقدر تسوي بيها اللي يعجبك. زين، اللي يعجبك تسوي بيها، واذا كان الشخص صاحب خبرة فاكيد راح يعرف يدير هذا المكان ادارة صحيحة. هذا العرض مالتنا مثل ما شفتوا. اي سؤال عندكم او اي استفسار ممكن تتواصلون وياي على رقم الواتساب، وانا اساعدكم ان شاء الله. اشوفكم عروض جديدة. اذا اني ناسي اي معلومات راح اضيفها بوصف الفيديو. ورا ما تكمل الفيديو انزل للوصف، المربع الوصف او الاول تعليق، وشوف المعلومات الباقية، او شوف المعلومات اللي انا ذكرتها كلها مكتوبة. اضافة الى انه خاف انا ناسي معلومات النوم، فراح اضيفها ايضا ان شاء الله. اشوفكم بعروض جديدة، مع السلامة.